عشان نوصل للنسخة الأفضل من نفسنا، أحياناً الحل ما يكون بإضافة شيء جديد، بالعكس يمكن يكون الحل إننا نشيل كل شيء ولو مؤقتاً. في شرحنا اليوم رح نتعمق في فكرة قوية جداً وغريبة شوي، فكرة إن التحول الحقيقي ممكن يبدأ بفعل واحد: الاختفاء المتعمد. طيب، خلونا نفكر فيها لحظة. تخيلوا لو إن كل الضجة اللي حوالينا، كل آراء الناس وتوقعاتهم، هي بالضبط الحاجز اللي يمنعنا نشوف إمكانياتنا الحقيقية. هذه الفكرة هي جوهر رحلتنا اليوم. طيب، أولاً إيش اللي ممكن يدفع أي شخص ياخد خطوة جذرية زي هذه؟ غالباً السبب ما يكون قرار عابر، لا، هو نتيجة تراكمات عميقة جداً جذورها ممتدة في قصصنا الماضية. هذا الاقتباس بصراحة يلامس جوهر معاناة صامت عند كثيرين. ناس كثير تعيش حياتها كلها وهي تعاقب نفسها على أخطاء في التربية ما كان لها يد فيها أبداً. يحسون كأنهم محكوم عليهم بهالظروف، بس الحقيقة هي أن الماضي ما له أي سلطة يحدد المستقبل إلا لو إحنا سمحنا له بهالشيء. وهنا بالضبط يكمن الصراع الحقيقي. هل نستسلم للهوية اللي انفرضت علينا ونظل مجرد صدى للماضي وآراء الناس، ولا نعلن التمرد ونصير إحنا مهندسي واقعنا الجديد، نصير أشخاص تعرفهم رؤيتهم الخاصة واختياراتهم الواعية؟ الرحلة هذه كلها تدور حول هذا الانتقال المصيري من العمود الأول للثاني. طيب، كيف يتم هذا الانتقال؟ الاستراتيجية الأساسية هي اللي ممكن نسميها الانعزال التام أو going dark، يعني الانسحاب الهادف من العالم الخارجي. مهم جدا نفهم إن هذا مو هروب بسبب الخوف أبدا، هذه خطوة استراتيجية ومحسوبة. تخيلوا الموضوع كدخول اليرقة في شرنقة، هي ما قاعدة تختبئ، هي قاعدة تتحول عشان تطلع كائن جديد تماما. هي فترة بناء مكثفة تتم عن قصد وبعيد عن كل العيوب. وهذه هي تكتيكات العملية الأولى، والانضباط هنا لازم يكون مطلق. الصمت يصير هو درعنا لأنه يحمي طاقتنا الأولية. كل مرة نتكلم فيها عن خططنا إحنا كأننا نفرغ جزء من الزخم النفسي اللي نحتاجه عشان ننفذها. أما تجاهل الآراء فهذه هي البوصلة اللي تضمن إننا نبني النسخة اللي إحنا نبيها، مو اللي غيرنا يبيها لنا. وهذا الصمت لازم يكون شامل. الموضوع ما يتعلق بس بإخفاء النجاحات، لا، الأهم من كذا هو إخفاء لحظات الضعف. لما الواحد يعالج ألمه وفشله لوحده، هو يبني قوة داخلية حقيقية وأصيلة، قوة ما تعتمد على مواساة الآخرين عشان تستمر. والحين ننتقل للجزء الأهم، إيش يصير بالضبط في فترة الاختفاء هذه؟ هذا هو وقت الشغل الجاد، وقت صياغة الذات الجديدة. ما يكفي أبداً نقول أبغى أصير أفضل، هذه أمنية ما هي خطة. الهدف لازم يكون واضح تماماً وقابل للقياس بشكل صارم، سواء كان الوصول لنسبة دهون معينة أو تحقيق إنجاز محدد في الشغل أو إتقان مهارة جديدة. الوضوح هو سلاحنا ضد التسويف والشك. هذا هو مستوى التركيز المطلوب. الهدف لازم يصير هو المحور اللي يدور حوله يومنا كله، ويحل محل كل المشتتات التافهة. لازم يشغل التفكير ويوجه كل ساعة وكل قرار. وهذا النوع من الهوس ترى مو سلبي أبداً، بالعكس هو الوقود الصافي للتحول السريع. العملية ما راح تكون سهلة أبداً، راح يكون فيه ألم جسدي وعقلي، لكن التحول الحقيقي يكمن في تغيير علاقتنا مع هذا الألم. بدلاً من نتجنبه لازم نسعى له، نحتضنه ونشوفه كدليل ملموس على النمو. هو زي النار اللي تسقى الفولاذ، التشكيل مستحيل يتم بدونه. وهذا تحول ذهني عميق جدا، لازم نعيد برمجة العقل عشان يلقى الرضا في قلب الشغل اليومي نفسه، ونفصله تماما عن انتظار أي تقدير أو اعتراف من الناس في المستقبل. السعادة الحقيقية تكمن في المجهود المبذول، في رؤية التقدم اليومي البسيط، مو في التصفيق اللي ممكن يجي أو ما يجي في النهاية. طبعا الرحلة هذه ما هي خالية من العقبات، في تحديات داخلية وخارجية لازم نواجهها بحكمة وقوة. هنا عندنا دليل عملي للتعامل مع واحد من أكبر التحديات المحتملة، البيئة العائلية غير الداعمة. ضروري جدا نفرق بين نوعين من السلوك. النوع الأول هو الأذى غير المقصود، وهذا ممكن يستجيب للحوار الصادق. أما النوع الثاني وهو الأصعب فهو السلوك النرجسي، اللي المواجهة معه غالبا تكون معركة خاسرة. هنا الاستراتيجية الأذكى ما هي الحرب أبدا، بل بناء حدود فولاذية عشان نحمي طاقتنا ومسارنا. بعد العوامل الخارجية نيجي للأعداء الثلاث الرئيسيين في هذه المعركة. أولاً النفس، من خلال عاداتنا القديمة اللي تقاوم التغيير. ثانياً الدائرة الاجتماعية اللي ممكن تسحبنا لورا بدون قصد.
وأخيراً اللي ممكن نسميه الإغراءات الكبرى أو الشيطان الداخلي، يعني صوت الكسل والمماطلة والشك اللي يوسوس لنا ويقول خلص وقف. وهنا تجي خطة المعركة. مواجهة النفس تتطلب تمرد واعي ضد الراحة الفورية والرضا اللحظي. التعامل مع الأصدقاء ما يعني القطيعة، لا، بس يعني وضع حدود مؤقتة وصارمة عشان نحمي تركيزنا. أما محاربة الكسل فهذه تتطلب انضباط حديدي، ولازم ما نشوفه كعقاب بل كجزء من رحلتنا الروحية والذاتية. طيب، بعد كل هالشغل في الظل، إيش النتيجة؟ هنا نشوف ثمرة هذه الرحلة الشاقة، ظهور الذات الجديدة. وهنا تيجي المفارقة الكبرى في نهاية الرحلة. الدافع الأصلي اللي يمكن كان عشان نثبت شيء للناس أو حتى للانتقام يختفي تماماً. التحول الداخلي يصير مجزي بحد ذاته لدرجة أن رأي الناس والتقدير الخارجي يفقد كل قيمته وبريقه بالكامل. هذه الجملة تلخص الجائزة الحقيقية. الهدف النهائي مو إبهار الجمهور وقت الرجعة، لا، الهدف هو الوصول لحالة من السلام الداخلي العميق وقيمة ذاتية ما تهتز أبداً. هذه هي الحالة النهائية، شخص ممكن يبدو غامض للآخرين لكنه واضح وشفاف تماماً لنفسه، شخص ما يتأثر بالمدح ولا يحبطه النقد لأنه يشتغل من مركز قوة داخلي ومستقر بناه بنفسه وفي الخفاء. ونختم بهذا السؤال المباشر. الرحلة ممكنة والأدوات صارت واضحة. الآن القرار يرجع لكل شخص عشان يقبل هذا التحدي. بعد 6 أشهر من الآن، بعد عمل مركز في الخفاء، إيش هو الشكل التحول اللي ممكن الواحد يوصل له؟ الإجابة تكمن في الشغل اللي يبدأ اليوم.